ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مع ما نعيه الآن، هل يجوز لإخواننا في الصومال زكاة الأموال أم الصدقات فقط؟ لا يجوز أن نخرج زكاة الأموال لإخواننا في الصومال، لأن مجاعتهم وحاجتهم إلى الزكاة قد تكون أشد من حاجة كثير من فقراء المسلمين في بلادنا. نعم. لا أقول تخرج الزكاة كلها إلى إخواننا هنالك في الصومال، وإنما فلنخرج جزءا كبيرا من زكاة الأموال إلى إخواننا. فعلماؤنا متفقون على جواز نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا اكتفى أهل المكان الأول بالزكاة، ونعلم أن الواقع قد لا يستطيع أن يكتفي الفقراء في بلدنا بزكاة الأموال التي تخرج إليهم الآن. لكن مع ذلك لو أعطينا الفقراء هنا جزءا وأعطينا إخواننا وأهلنا هنالك جزءا فلا بأس ولا حرج. هذا إن عجزت أموال الصدقات عن أن تسد حاجة الفقراء في الصومال مع هذا الجوع المؤلم المؤذي. يعني الترتيب في الأولويات للصدقات ثم نتحرك على الزكاة. نعم. طب هل لو حد خرج الزكاة دي إنه راح لأن هم جعانين وعايزين اشترى لهم مثلا سكر وزيت وتموين، هل هذا يحسب ولا لازم اديها لهم مال هناك؟ والأصل في زكاة المال أن تخرج مالا. نعم. هذا قول الجمهور. لكن هناك قول آخر، إن رأى هذا الغني أن حاجة الفقير للطعام ماسة وواضحة وبينة، فراح بهذا المال الذي أخرجه أصلا للفقراء كزكاة مال واشترى ما يحتاجه الفقير، أرجو الله كما قال بعض أهل العلم أن يؤجر مرتين، مرة لإخراجه الزكاة ومرة لتكلفه المشقة وذهابه بنفسه لشراء حاجيات الفقير. نعم. التي يعلم منه يقينا أنه في حاجة إليه.